النوم هو أساس صحتك. هفهمك النهاردة ازاي النوم ممكن يأثر عليكي في التخسيس وتخسي كويس قوي، وممكن يأثر عليكي ويخليكي متعرفيش تخسي خالص. أول حاجة لازم ان انتي تنامي نوم جيد من 6 ل 8 ساعات بالليل. تعالي أوريكي حبة تريكات بتعمليها أثناء النوم بتمنع معاكي النوم وبتعمل لك أرق، أو هتعمل لك حاجة تانية، خمول. وبرضو ده غلط وده برضو غلط. هنشوف بالتفصيل في الفيديو، واكتبولي في الكومنتات اي استفسار عايزين تستفسروه عن موضوع النوم وعلاقته بالرجيم بتاعكم، ومين عمل مشكلة معاه النوم فعلا في نزول الوزن. لازم اول حاجة نمنع المكيفات بتاعت بالليل، اللي هي الشاي، القهوة. ممنوع ان انا اجي بالليل بعد الساعة 12 والاقي نفسي عمال اعمل في قهوة واشرب. غلط. ما ينفعش اشرب زيادة عن كوباية قهوة واحدة بس اثناء اليوم، وبتبقى بالنهار علشان اصحصح واقوم بنشاطاتي اليومية. ده لو انا محتاج قهوة وانا فعلا ما اقدرش استغنى عنها. لازم تاني حاجة احدد ميعاد للنوم بتاعي، يعني انا هاجي على الساعة 9، انا ده ميعاد نومي، ابدأ اجهز نفسي قبليها بساعة. اخد الشاور بتاعي، ابقى لابس لبس النوم بتاعي، مضلم الاوضه بتاعتي، ممنوع الموبايلات، ممنوع التلفزيون اللي موجود في اوضه النوم. ده بيعمل لك ارق وبيعمل لك ديستربشن كده، يعني انت بتبقى لاقي نفسك متشتت. لازم تبقى مركز في ان انت في الوقت دوت هتنام، هتريح جسمك، هتريح اعصابك. خد بالك ان قله النوم والارق اللي بيحصل لك بالليل ده هو السبب في العصبيه اللي انت وصلت لها، هو السبب في ان انت بقيتي تركيزك قليل وبقيتي تنسي، وبيعمل بعد كده حالات زهايمر. كمان عند الاطفال بقى بيعلي نسب الذكاء. لما بيكون الطفل نومه مظبوط الذكاء عنده بيبقى اعلى، ولاحظوا دوت بين الاطفال اللي بيسهروا طول الليل على الموبايلات وعلى التلفزيون، وبين الاطفال اللي بيناموا نوم منتظم بالليل. الهدوء النفسي مهم جدا، والنوم والكواليتي بتاعت النوم ان انت لازم تخش في الديب سليب كل يوم. هو دوت اللي فعلا بيخلي الاعصاب هاديه، وبيهدي هرمونات الكورتيزول في الجسم، وبيخلي الحرق يشتغل في جسمك ممتاز، وتقدري ان انت تخسي. طيب انا حضرت الاوضه وضلمتها من الساعه 10:30 ودخلت على السرير عشان انام، وحصل ارق برضو تاني يوم مش هيحصل. هتبدأي جسمك يتعود كل يوم ان هو في الميعاد ده هينام، عشان انت معودة جسمك قبل كده ان انت بتسهري طول الليل، فطبيعي مش من اول يوم الجسم هيستجيب، بس هيستجيب من تاني يوم، بالكتير تالت يوم. ربنا قال وجعلنا الليل لباسا، يعني الليل ده ربنا خلقه علشان ننام فيه، عشان الجسم يعيد تصحيح نشاطاته من جديد، والأعضاء تتنشط من جديد، يعيد ترتيب الحاجات اللي باظت أثناء اليوم، يعني خلايا اتدمرت، لو في سرطانات بيعالجها أثناء الليل وأثناء الراحة. تصحيح الجسد بيبقى بالليل، حرق الدهون بيبقى بالليل عن طريق التنفس. بتصحي الصبح هتلاقي نفسك نازلة على الميزان لو نمتي النوم الجيد اللي أنا بحكي لك عليه. سبحان الله. وتقولي قبل ما تنامي دعاء النوم: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. وتتوكلي على الله وتظبطي مواعيدك، هتلاقي النوم معاكي بقى عميق جدا. طيب انت لازم تاخدي مغنيسيوم. المغنيسيوم ده فيتامين تاخديه قبل النوم، بيخليكي تنامي نوم عميق وبيمنع الأرق. قلة النوم بتعمل الهالات السوداء تحت العين، تمام، بتأخر معاكي بجد، بتخلي الجلد يعني النضارة بتاعته تروح، يبقى فيه شيخوخة، يكرمش. تمام. لازم تنامي نوم جيد. لازم قبل ما تنامي تبطلي تفكير في مشاكلك، الولاد عملوا، جوزي عمل، مراتي عملت، الشغل فيه مشاكل، الضغوطات المادية، كل الحاجات دي فضي دماغك منها، وابدأي صلي ركعتين قبل ما تنامي قيام الليل، وتوضئي، وذهبي للايه،
للسرير هتلاقي نفسك في هدوء اعصاب، وهتنامي سبحان الله وانتي على التسبيح. يعني سبحي وانتي بتسبحي سبحان الله، الشيطان هيقول لك لا عشان ما تسبحيش نامي، هيروح سايبك تنامي وهيخليكي تبطلي تفكير. ف يعني بجد الستات بيعملوا حته كده هي غلطه هم مش فاهمينها، بيناموا القيلوله. القيلوله فيها مشكله كبيره جدا. القيلوله بالنسبه للست بتعمل لها ارق بالليل. طيب ناكل ايه علشان ننام بالليل نوم جيد؟ ناكل الاكلات اللي فيها ميلاتونين، زي الموز، زي اللوز، زي الكيوي، زي السلمون، زي الفراولة. كل الحاجات ديت فيها ميلاتونين. طيب ايه ممكن كمان نعمله يحسن من جودة النوم؟ نمشي نص ساعة كل يوم، ويا ريت لو المشي دوت يبقى قبل النوم بساعة. لو نزلنا قبل النوم بميعاد النوم بساعة ومشينا نص ساعة، ده هيخلي جودة النوم بتاعك جيدة جدا جدا جدا. قلة النوم بتعمل معاكي ترهلات في الأجفان، الجفن بيترهل، الوش بيبقى منتفخ، مش تلاقي حد كده ما نامش كويس، تلاقيه الصبح صاحي متعصب ومتضايق ومتنفخ كده، هو ده من قلة النوم. كمان بقى تعالوا نتكلم على النوم الكتير قوي. لما بيحصل خمول في الغدة الدرقية بيؤدي لان الانسان ينام ويصحى، ينام ويصحى، عنده خمول مش قادر، كل ما اقوم من السرير يا دكتور عايزه انام تاني. لازم تعملي تحليل للغدة الدرقية وتشوفي هل في عندك خلل في الغدة الدرقية ولا لا. لازم تشوفي كمان فيتامين دي عندك عامل ايه. فيتامين دي لازم تاخديه اقراص كل يوم كورس بعد الغداء، لان اغلبنا عندنا نقص في فيتامين دي. فيتامين دي لما بيقل في الجسم بيعمل وجع في العظام. فيتامين دي موجود في تعرضك للشمس اثناء النهار، لما بتنزلي تمشي في الشمس ده تقدري تحصلي على فيتامين دي، ما قدرتيش بتاخديه عن طريق الاقراص. بتاخديه كمان من الكبده، من صفار البيض، من زيت السلمون. انا اتمنى ان انا اكون فدتكم وهفيدكم تاني، وكل يوم هفيدكم بمعلومة جديدة. قولولي بتناموا كام ساعة في اليوم، ونومكم هتظبطوه ازاي بأي طريقة من الطرق اللي انا قلتها. الموضوع سهل عشان نزود الحرق، عشان نخس، عشان ننزل على الميزان. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم ناصر. اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة بتاعتي.